ما حقيقة اعتذار رئيس الفيفا وإعادة المباراة بين الجزائر والإمارات؟ شهدت مباراة الجزائر والإمارات في كأس العرب جدلاً تحكيمياً واسعاً بعد إلغاء هدفين للمنتخب الجزائري بداعي التسلل، إضافة إلى تجاهل لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء كانت تستوجب ركلة جزاء حسب آراء عديدة. قرارات الحكم الأردني وتقنية الفار أثارت غضب الجماهير الجزائرية التي رأت أن منتخبها أقصي ظلماً رغم الأداء القوي والروح القتالية للاعبين طوال أطوار اللقاء. عقب المباراة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تزعم اعتذار رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وإعادة المباراة ومعاقبة الحكم، إلا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية أو بيان معتمد من الفيفا أو اللجنة المنظمة. البطولة استمرت بشكل عادي والنتيجة بقيت كما هي، ورغم الإقصاء عبرت الجماهير عن دعمها الكامل للمنتخب، مؤكدة أن الجزائر لم تخسر فنياً بل تضررت بقرارات تحكيمية، مع تجديد الثقة في عودة أقوى في المنافسات القادمة خاصة كأس إفريقيا وكأس العالم.